المنطقة كلها ولعت والدهب ولع معاهم. زي ما كنا متوقعين ان الضرب لو هيحصل كان لازم يحصل يوم الجمعة بالليل او يوم السبت، لان بتكون الاسواق العالمية كلها قفلت، لان زي ما انتوا عارفين بره بياخدوا اجازة السبت والحد، فمنطقي جدا ان الجمعة بالليل بعد ما الاسواق تقفل الضرب يشتغل. وكل الناس كانت مستنية الذهب هيعمل ايه اول لما يفتح، والبورصة فتحت على زيادة $100 في مرة واحدة. وكان كل الخبراء متوقعين ان البورصة العالمية للذهب توصل من 5600 ل 5800، واحب اقول لكم ده لغاية دلوقتي لسه ما حصلش. البورصة العالمية دلوقتي بتلعب عند 5335 ولسه بتحاول تكسر الرقم ده. المتوقع ان هي توصل 5000 ونص و5800، وده سعر الذهب للأونصة بالدولار في البورصة العالمية. طب في مصر بقى ايه اللي حصل؟ سعر الذهب لعيار 21 وصل 7500 جنيه، ومتوقع ان هو يعدي ده كمان. وحتى الدولار في البنك زاد، بدل ما كنا بنتكلم في 47 وكسور دلوقتي 49 وكسور، وممكن يلمس في 50 جنيه كمان. وده بسبب الهوت ماني، لان كل الاستثمارات الاجنبيه بتبدا تطلع في العركه اللي دايره دي وبيبداوا يخافوا، على الرغم من ان احنا في مصر بعاد جدا عن اللي بيحصل، بس برضو راس المال جبان. المشكله ان في ازمه كبيره جدا بتحصل دلوقتي، ان مضيق هرمز اتقفل، لان ايران هددت باي سفينه هتعدي هتضربها، وده هيأثر على النفط والغاز في العالم كله. اوريدي دلوقتي الغاز عالميا زاد 50% تقريبا، والبترول هيحصله ان شاء الله، وممكن نسمع $100 للبرميل الواحد. فطبعا كل الازمات دي هتصب فين؟ في الذهب، والذهب هيزيد وهيزيد جامد جدا. وطبعا احنا في مصر بنحب نشتري الذهب وهو بيزيد، قعدنا نقول الحقوا اشتروا والناس ما اشترتش. الذهب بنسبة كبيرة جدا ممكن يقفل 8000 جنيه بنهاية الاسبوع ده. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. اكتبوا لنا في الكومنت تفتكروا الذهب هيوصل 8000 جنيه امتى؟ كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.